السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اسعد حال. الراجل النكدي يغور، والله العظيم ثلاثة. الراجل النكدي يغور. لو انت مخطوبة جديد وخطيبك بيجري فيك كل شوية وعشان تصالحيه ولا تراضيه يتجمس اكتر، فك بجلدك، اهرب بنفسك. هتبقى حياتك زفت وجحيم وجطران. اوعى تفكر ان بعد كده هيتعدل، لا ده هيزيد وهيبقى بيتك نكد. الراجل ابو لوية يغور، الراجل الجماص يغور. اقسم بالله زي ما بقولك هتبقى حياتك جحيم. وهقول لكم اهم شيء في الموضوع، النكد يجيب الفجر. اقسم بالله النكد هيجيب الفجر، انا مسؤولة عن كلامي. نكد 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 للراجل مش كويس، ويتجمص زي الحريم ويتلوي، وساعات كتير بيشتم زي شتايم. بصي، وانت في اول خطوات الخطوبة بلاش اسمع كلامي، لانك لو دخلتي واتجوزتي وبعد كده جبت عيل واتنين وقلت لي ده بيعمل وبيسوي وبيجمص، لا هقول لك استحملي، هقول لك استحملي. بيت بقى وعيال ما ينفعش تسيبي الدنيا، لكن في اول خطواتك لا سيبيه، سيبيه وانت اللي كسبانه. والله العظيم انت اللي كسبانه. النكد يا عيال وحش، النكد يا ولادي وحش في البيوت. الواحد هيصرع مين ولا مين ولا مين، هي ناقصاك انت كمان. خلص الأذان. الموضوع الأساسي بتاعنا موضوع بجد خطير. في بنات بتبقى عايزة تسافر بره، أو ستات بمعنى أصح، وأهليها بتبقى رافضة الكلام ده، ممنوع. أنا عن نفسي مثلا بنتي عايزة تسافر، بقول لها لا ما تسافريش إلا وأنت متجوزة. اتجوزي وسافري وانت براحتك، انا خاليه من ذنبك كده بعد كده. لكن في والدين ما يسفروش بناتهم، ولا لو واحده مطلقه ولا بتاع عندهم وعايزه تشوف رزقها عشان خاطر تقول لها لا ما تسافريش ابدا، ما يرضوش يسفروها ابدا. عشان كده في سماسره، زي ما في سماسره اعضاء ونخاسه، في سماسره سفر. ازاي؟ هقول لك ازاي. في ناس، في رجاله مخصصه تكتب على الست، واخده بالك انت، وتاخدها كفيله، يعني حاجه زي ايه مثلا، تاخدها معاها يعني، معرفش مسمى ايه، المسمى بتاعها ايه، وتدور على شغل وتشتغل وبعد كده ينفصلوا، وبعد كده ينفصلوا. بس بيشرط كمان الراجل اللي بياخد الست دي اللي بيتجوزها، لا هكتب جايمه ولا هكتب مهر ولا هكتب اي حاجه خالص. انت كفايه عليك ان انا هطلعك وانت اشتغلي براحتك هناك ولما ربنا يكرم. بس زواج مش اللي هو مثلا لا لا، زواج عادي خالص خالص بما يرضي الله. بس هل ده يا ترى جواز مصالح وليه مسببات وحرام ولا حلال؟ هو طبعا لا متعه ولا غير، لا هو جواز، انا عن نفسي بسميه جواز مصالح. بس هل يا ترى حتى جواز المصالح في النقطه دي يا ترى حرام ولا حلال؟ يا ترى حرام ولا حلال؟ لان الراجل بيبقى متجوز ومعاه عيال وكل حاجه. لو اتجوز 30 40 مره هياخد دي يسفرها ويطلقها، هياخد دي يسفرها وتشتغل ويطلقها. طب ده اسمه كلام؟ طب اكيد هيتحاسب، صح ولا انا غلطانه؟ بس حاليا حرام دي انا معرفش فيها، ما اقدرش افتي فيها. بس انا برجع لموضوعي الاساسي، ما تاخدوش الراجل النكدي، 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 عشان خاطر ربنا الدنيا ما نقصاش جرف. لان الراجل النكدي بيكرهك في عيشتك وعيشة اللي جابوكي. والراجل الجماص راجل قذر. ازاي تبقى راجل وتتجمص؟ ازاي تبقى راجل وتتلوي؟
ازاي تبقى راجل وتاخد على خاطرك كل شويه، وعايز كل واحده كل شويه تحايلك. عايزه اقول كلام كبير بس عيب، ما اقدرش اقوله. عيب. ايه راجل راجل يعني انا والله العظيم هتفرس والله. ايه؟ طب كلمه رجوله دي راحت فين يعني؟ طب ما تشيل كلمه رجوله وتحط حريم بدلها، ولا مدام. انت خليت ايه للحريم لما تتجمص وتتلوي؟ خليت ايه للحريم؟ ده انت ربايتك زباله. عيب. انت راجل. انتوا فاهمين كلمه راجل يعني ايه؟ انتوا عايزين تاخدوا درس في الرجوله والله. انتوا عايزين تاخدوا درس في الرجوله. الراجل احتواء، الراجل دفدفه، الراجل حنان، الراجل موقف. استحمل حتى لو مراتي منكده، استحمل، بس ساعة الموقف اخده عشان تتعلم الادب. امال ايه؟ ده الراجل، الصبر. مش كل شويه اشتم وبهدل الدنيا، لا. لو موقف يستاهل ان انا اخد موقف هاخده، ولو الدنيا هتخرب مش هسيب السايب في السايب، وفي الاخر هتلوز الحريم. يا تصالحيني يا خصمك. ده انت راجل عايز ضرب النار. انت مش عايز تفصل ليه؟ ولا انت فصلت؟ ولا ايه حكايتك؟